هذه القصة تبين خطر الجهل وخطر رد الفعل عند غضب الإنسان. إنها قصة لفتاة من قرية ريفية بسيطة. هذه الفتاة في يوم من الأيام اشتكت من ألم في بطنها فلم تتحمل البنت، وأخذها أهلها إلى مستشفى القرية لكي يقوموا بالكشف عليها. ولكن للأسف هذه المستشفى لا يوجد بها أي إمكانيات، فهي مستشفى بسيطة جدا، كما أن هذه المستشفيات في القرى يرسلون إليها أطباء حديث التخرج وليس عندهم أي خبرة في الطب، والكثير منهم لا يعرف تشخيص المرض الصحيح ولا يعرف مما يشتكي المريض، وربما أخبره بمرض ليس عنده وأعطاه العلاج الخطأ. فلما وصلت الفتاة إلى المستشفى وأدخلوها عند الطبيب، قام الطبيب بالكشف على بطنها التي بها الألم، وبعد أن فرغ من كشفه خرج إلى أهل الفتاة وقال لهم: مبروك، ابنتكم حامل. فصدمت الأسرة من الخبر وقالوا: كيف ذلك وهي لم تتزوج؟ ثم ذهبوا بها إلى البيت وهم يتوعدون لها بالضرب والقتل والحرق جزاء على جريمتها والفضيحة التي ألحقتها بأهلها. ولما وصلوا البيت انهالوا عليها بالضرب وقالوا لها: من فعل بك ذلك؟ فتقول: لم يفعل أحد بي شيء، وتقسم وتقول: والله مظلومة يا أبي، ولكنه لم يسمع لها أحد. وظلوا يضربونها لكي تعترف حتى فقدت الوعي. فقاموا بأخذها إلى المستشفى في المحافظة، وقالوا للطبيب إنها حامل، فأخذها الأطباء لكي يعالجوها مما هي فيه، لقد أشرفت على الموت. وبعد مرور بعض الوقت خرج الطبيب ويقول: ابنتكم ليس حامل، إنما كانت تعاني من الدودة الزائدة في بطنها فقط. ففرح الأهل وقالوا للطبيب: نريد رؤيتها، أين هي؟ ولكن للأسف قال لهم الطبيب: لقد ماتت البنت من كثرة التعدي عليها بالضرب. فهذه قصة جهل أصابت الأسرة قبل مستشفى القرية، فعلينا أن نتأكد من أي شيء قبل رد الفعل، وتكون العاقبة سيئة.